برشلونة بحالو بحال باقي الأندية محتاج لعدة صفقات، محتاج لصفقات كثيرة. برشلونة بالنهج وبالفلسفة ديال فليك محتاج لصفقات كثيرة خصوصا في الأطراف. معكم عصام الهلالي. إلا كنتي كتشاهدني أول مرة نتمنى دعمني بلايك وبالاشتراك. كيف ما قلنا برشلونة محتاج لعدة صفقات، لكن بسبب الأزمة المالية برشلونة غير كيرقع باللاعبين ديال لا ماسيا، لكن هو في الواقع محتاج لعدة صفقات خصوصا كيف ما قلنا في الأطراف، لأن النهج والفلسفة ديال فليك كتعتمد على عدة لاعبين يكونوا في منطقة الجزاء أثناء الهجوم، وبالتالي إلا كانوا عدة لاعبين في منطقة الهجوم الخصم حتى هو غادي يكون في عدة لاعبين. شنو الحل؟ هو ان الملعب يتوسع، لان كل ما الملعب كيتوسع دفاع الفريق الخصم حتى هو كيتوسع، يعني كيتوجدوا ثغرات. ولكن للاسف برشلونه عنده جناح واحد اللي هو لامين يامال. اما الجهه اليسرى فبرشلونه ما كيتوفرش على جناح موندو نيمار. حتى رافينيا اللي كيلعب في الجناح ايسر فكيلعب جناح ايسر مزور غير حقيقي، مره كيلعب اولمو، مره كيلعب توريس، مره كيلعب فاتي هو جناح حقيقي لكن المستوى ديالو نقص بزاف. المهم في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الصفقات اللي غادي يحتاجها برشلونه على المدى البعيد وعلى المدى القريب. على المدى البعيد ما كنعنيوش بها سنتين ولا 3 سنوات، كنعنيو بها في الصيف، والمدى القريب هو في الانتقالات الحاليه. على المدى البعيد كيف ما قلنا الاطراف، ظهير ايمن محتاج برشلونه، ظهير ايمن كيلعب كوندي اللي هو اصلا مدافع، ظهير ايسر بديل او منافس لبالدي، جناح ايسر كيف ما قلنا برشلونه ما كيتوفرش جناح ايسر منذ رحيل نيمار، جناح ايمن بديل للامين يامال، بالاضافه الى مهاجم بديل لليفاندوفسكي او معوض ليفاندوفسكي. اما بالنسبه لخط الوسط وخط الدفاع برشلونه ما كيحتاج نهائيا اللاعبين، بالعكس عنده وفره في اللاعبين. المركز اللي كان عنده نقص فيه وعنده خصاص فيه هو مركز الارتكاز من بعد رحيل بوسكيتس. في هذا الموسم وجد بيرنال وجد مارك كاسادو، بيرنال اللي تصاب اللي غادي يرجع في الموسم القادم. وحتى الدفاع عنده لاعبين كيف ما قلنا، كوندي في حاله الى جاب ظهير ايمن فهو مدافع ممتاز، إنيغو مارتينيز، كوبارسي، كريستنسن. يعني برشلونه محتاج صفقات حتى في الدفاع. هادشي كلشي اللي تكلمنا فيه على المدى البعيد. اما على المدى القصير يعني في الانتقالات الحاليه فبرشلونه محتاج جدا الجناح ايسر، محتاج هذا المركز، لان كيف ما قلنا فلسفه ونهج فليك كتعتمد على توسيع الملعب. برشلونه كيتوفر على يامال اللي هو من افضل الاجنحه في العالم. في الحال الى توفر او الى برشلونه تعاقد مع جناح ايسر مميز سوبر بحال لامين يامال في برشلونه غادي يكون مرعب. الخيارات بطبيعه الحال غادي تكون كاعاره. برشلونه محتاج اللاعب اللي ممكن يجي كاعاره لانه غادي يقدر يوفر الراتب ديالو خصوصا الى خرج اراوخو كيف ما كتقول الاخبار، وفي الصيف مع نهايه السنه والمداخيل ديال السنه ممكن يجلب الصفقات اللي محتاجها. حاليا برشلونه كيف ما قلنا كيحتاج جناح ايسر باعاره. كان معكم عصام الهلالي، وكيف العاده الا كنتي كتشاهدني من اليوتيوب نتمنى دعمني بلايك وبالاشتراك، اما الا كنتي كتشاهدني من الفيسبوك فمتابعه باش تشوف فيديوهات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.